تصحي وتعيطي وتنحنحي وكده. امال ايه؟ دلوقتي انا هقول لك على حاجه، احنا عايشين في الدنيا دار ابتلاء وعايشين عشان نتمرمط، وربنا يغسلنا كده، يغسلنا بالابتلاءات وحاجات جميله ولا قدر الله اي حاجه وحشه، علشان ربنا يعوضنا بيها ان شاء الله باذنك انت يا رب في الجنه. عايز بقى اشتكي، عايز اصيح، وطبع الانسان صيوح، يروح رايح لصاحبه، رايحه لصاحبتها، رايحه لامها، رايح لابوه، اي حد يصيح لاي حد. والله بس لو عايز تصيح لي صح لي، بس انا هوديك بقى، انت هتيجي تصيح لي انا رايح بروح محوداك كده مركز الصياح هنا، ركعتين قمر قبل الفجر حضرتك تصليهم بساعه وصيح. اقسم بالله ما في حاجه موقفاني على رجلي غير الركعتين القمر دول، وصياح وتصحي وتعيطي وتنحنحي وكده. امال ايه؟ كل حاجه تقعد بقى تطلع كل اللي في قلبك، ويا رب شوف فلان عامل ايه، شوف انا عملت ايه، يا رب اهديني، يا رب ييسر لي امري، يا رب يا رب يا رب يا رب، ملناش غيره. فهو الطبيب، هو الحبيب، هو مفيش غيره، مفيش. فانت خلي بالك لو عملت ده طول حياتك احنا قلنا كل مره، والله كل مره تتعلم حاجه جديده، اعملها وجربها وجربني، عشان قلت لك جربها وجربني، انت بتجربني انا، اوعى تكون بتجرب الحاجه دي، لان الحاجه دي لا تجرب، يعني ما بتتجربش، ما ينفعش نجربها. فانت بتجربني انا. عندك مشكله، عندك في حاجه مضايقاك، عندك اي حاجه، يبقى عندك حبيب قلبي، ركعتين قمر اسمهم ركعتين قمر، يا سلام، واخد الاجر انا والثواب، وانت كمان لا ينقصك شيء، يعني ما تتقمصش ان انا هاخد اجر معاك، انت هتاخد اجر وانا هاخد اجر، ويا سلام زي الفل كده، نقعد نقضي الدنيا مع بعضينا، يا سلام، بحبكم.